بص كده معانا على الحاجات ديت، الحاجات دي جميله ومحترمه واسعارها في الفرق، وحاجات عندنا كان منها موجود منها ستوك كميات كبيره، بس الحمد لله خلصت، فبقت منها قطعتين فبنعرضها عليكم برضو. احنا اول مره نعرض الحاجات دي لان الحاجات دي كنا احنا معتمدين على البنك هنا شغاله الحمد لله. بص كده يا سيدي، اولا دي نازل معاها المسامير بتاعتها. ده ايه بقى اللي في ايديا؟ ده ظهر نمره. افتح كده بعد اذنك. بص اولا شفت انت مكان الابيض ده بيتشال يبقى برواز زي كده نيكل بقى. ده ظهر نمره بيتحط تحت النمر. ده العربيات مالهاش علاقه، عربيه جديده عربيه قديمه تحط تحت اي نمره بتاعت اي عربيه. لا دي بتفتح من هنا. كنت جيت هنا من كمان برشام هي بص يا يا عبد الله، بص انا برضو بشرحها لك اهيت. بص هتبقى جوتشي دي يا باشا، دي بتتحط فيها يا باشا هتبقى جوتشي دي. تعالى كده عبده كده هنا عشان هم يشتغلوا. ما عادش لا لو كده نعرضها بقى نقفلها ونسيبها. بكام انت عايز منها صح؟ عشان كده بصراحه ما شاء الله بقى جزء كده اهو. تعمل لي عرض عليها بكام بقى؟ جزء كده ودي بقى بتبقى كده والنمره بتاعتك بتتحط عليها. تركب في وش العربيه ماشي، تركب في ظهر العربيه ماشي، بتدي منظر جميل. بص يا عبده ديت بيسموها استيراد. هنبيعها بقى بكام بقى يا سيدي؟ ب 174 ونص، الاثنين على بعض كده ب 174 ونص. تتباع بقى في الاستيراد ب 250 و 300 وبارقام كده غريبه. خد بالك بتدي منظر حلو قوي لوش العربيه ومنظر لظهر العربيه، وفي نفس الوقت بتعلق عليها النمره بسهوله. يعني عربيتك جديده عربيتك قديمه بتركب عليها في منتج جمال زي كده بقى. بص البرواز دوت والنمره اللي جوه، النمره بتاعتك بتكون محطوطه اهو. اما الباشا عامل ايه؟ عامل ايه؟ ازي حضرتك؟ ازيك يا باشا؟ السلام عليكم باشا، ازي حضرتك؟ يبقى انت عندك كده ظهر النمره بالبرواز بتاعه ده كده ب 174 ونص. كلمنا انا ابعته لك شحن لحد باب البيت او تيجي تستلم من المحل هنا مفيش مشكله. يلا سلام عليكم.